السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نصاوب معكم هاد السيجار باللوز ولا بريوات اللوز، كيجيو غزالين تبارك الله. تبعوا معايا الطريقه والمقادير. هانتوما كيجيو من الداخل معلكين تبارك الله، كيجيو غزالين وساهلين باش نحضروهم. اول حاجه عندي نص كيلو ديال اللوز اللي سلقته وقشرته وطحنته مع شويه سكر. هنايا تقدروا ديروا حتى الكاس السكر، انا درت غير 2 ولا 3 المعالق، ما كثرتش بزاف لحقاش من بعد كنديروه في العسل. وعندي نص كيلو الاخر اللي سلقته حتى هو وقشرته وقليته على هذا الشكل هذا. غادي نديروا معاه كاس ديال السكر على حسب الذوق، تقدروا تنقصوا. عندي هنايا قشور ديال الحامضه محكوكين، وغادي نحتاج 1 معلقه صغيره ديال القرفه، 2 معالق ديال الزبده، وهنا عندي ماء الزهر اللي غادي نحتاجو على حسب الخليط. غادي ندوز دابا نطحن هذا اللوز اللي قليت مع السكر اللي عندي. هنا انا ما درتش ديك السكر، ديك كاس السكر كامل، احتاجت منه غير 2 معالق صافي. من بعد غادي ندوزو نخلطوهم مع بعضياتهم. هنا غادي ندير ديك اللوز اللي قليت مع اللوز اللي عندي مسلوق ومطحون، كنزيدو عليه معلقه صغيره ديال القرفه، نزيدو هذه قشور حامضه، ونديرو الزبده ديالنا ونخلطوا هادشي مزيان مع بعضياتو. هنا قلت لكم السكر يعني على حساب كل واحد، وبغيتو الحلاوه بزاف غديروا ديك كاس كامل، ما بغيتوش غادي تنقصوا. انا في المجموع كامل يمكن درت هكاك تقريبا كاس ولا ما كاملش في هاد اللوز كامل اللي مطحون واللي مسلوق والمطحون واللي مقلي. صافي غادي نخلط هادشي مع بعضياتو، وغادي نكمل نجمع الخليط ديالي بالماء الزهر. كنبقاو نخلطو بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجينه ولا واحد الخليط رطب. انا هنا تقريبا هزات لي كاسونس ديال الماء الزهر. هانتوما كنبقاو بشويه بشويه حتى كيتجمع لنا الخليط ديالنا، نحصلوا على واحد العجينه رطبه. هنا صافي العجينه ديالي تجمعات، هانتوما كما شفتوا رطبه، وكنكورو هكا الكويره كيف ما بغينا كتكور معنا، اما نديرو هكا كويره واما حريبلات. يعني العجينه ديالنا ولا الخليط ديالنا ما كيلصقناش في اليدين بحال هكا. صافي غادي ندوز دابا باش نجيب الورقه ديالي، وغادي نبقى ندير اما هكا نديروه حريبلات ولا كويرات على حسب احنا اشنو بغينا نصاوبوا بهذا الخليط هذا ولا بهذه العجينه ديال اللوز. انا عندي الورقه. هنا الورقه انا احتاجت الورقه ديال البسطيله. علاش احتاجت هنا الورقه البسطيله؟ لحقاش انا بغيت نديرهم في الفران. الا بغيتو تقليوهم ما تحتاجوش هاد الورقه هذه ديال البسطيله، ولكن ديروا ديال اللومبيه. هنايا غادي يكون كيف ما قلت لكم، غادي ديروا الا بغيتو تقليوهم ديروا ورقه اخرى ماشي هذه. انا هذه غادي نديرهم في الفران، كيجيو غسالين تبارك الله وصحيين في نفس الوقت، ما كيهزولناش الزيت. صافي غنقطعوها على هذا الشكل هذا مربعات، وغادي نديرهم في واحد الميكه باش ما كتكبسليش الورقه ديالي. غادي نجيب الورقه غادي نحطوها على هذا الشكل هذا، وغادي نجيب هنا عندي زبده مذوبه ونخلطوها مع شويه الزيت ولا غير زبده بوحدها اللي كان موجود. وغادي نحاولوا ندهنوا شويه هاد الورقه لحقاش هاد الورقه ديال البسطيله الا ما دهناهاش كتقطع بسرعه. صافي وكنجيب هكا اللوز ديالي كنحربل هكا واحد شويه. انا تقريبا هنايا درت في كل حريبله درت فيها 10 غرام هكا. كنبقاو هاد الورقه هذه ما كنلصقوها لا بلا ما ولا طحين ولا بيض، كنلصقوها غير بالزبده. يعني كدهني صافي وكتجمع هكا الورقه ديالنا كتجمع ساهله. هانتوما كيجيو ساهلين باش نصاوبوهم، ماشي شي حاجه صعيبه. صافي ما نحاولوش ندهنوا بزاف باش ما يجيوناش ملدمين بزاف، لحقاش
العجينه ديال اللوز ديالنا راه حتى هي طالقه اليدام ديالها وفيها الزبده واللوز كيف ما كنعرفوهم كيطلقوا حتى هما الزيت. يعني فاش غنديرهم في الفران غادي يطلقوا حتى هما الزيت ديالهم والورقه ديالنا كتاخذ ديك القرمشه. صافي كنطويو على هذا الشكل هذا، كنمشي حتى كنسالي وكنديرهم هكا في الصينيه ديال الفران ونديرهم في الفران على 180 حتى ل 200 درجه وكنحضوهم حتى يتحمروا على هذا الشكل هذا وكنجبدوهم سخونين وكنخويو عليهم العسل ديالنا اللي كتكون عندنا العسل بارده. كنبقاو غير نغطيوهم هكا شويه بالعسل، نحاولوا نخويو عليهم كاملين، ما نخليوش شي وحده بلا عسل، وكنخليهم يشربوا شويه العسل ديك نص ساعه حتى ساعه ولا المهم كنحسوا بهم شويه يشربوا عسل. كنقلبوهم كنخليهم شويه يبردوا ويشربوا داك العسل على واحد الجهه. بحال هكا ومن بعد كنعاود ندورهم على الجهه الاخرى. هنا كيكونوا بطبيعه الحال بردوا واحد شويه، يعني دافاو ما يحرقوناش في يدانا. وهنا فاش كيوجدوا السيجار ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا. كنزينوهم باش ما بغينا، اما الجنجلان واما اللوز واما الورد ولا اللي كان. انا زينتهم على هذا الشكل هذا وها نتوما كيف ما كيجيو معلكين تبارك الله، كيجيو غزالين والمذاق هائل. نتمنى ان شاء الله تصاوبوهم وتجربوهم. وهنا غادي نقول لكم شكرا على المشاهدة وعواشركم مبروكة ومع السلامة.